عزيزي المستمتع، فين ممكن تشم هوا زي ده ولا حتى بحر زي اللون ده؟ المكان ده مش موجود غير في المالديفز وهنا في مصر. جينا نشوف حيطان جنة ربنا على أرضه والأسرار اللي وراها بتقول إيه. لقينا وش القفص زي ما حضراتكم شايفين كده، حاجة لوز القشطة. لو فاكر إنك تعرف عن مرسى مطروح حاجة، لا انسى، الموضوع كبير قوي ويتفرد على مليون كتاب. هنا أرض العرب، في البحر والسماء والبر والهيبة. العرب علموا الدنيا المروءة وأخلاق الإنسان، ولما يحبوا كده يقعدوا قعدة حلوة مع كوباية شاي ولا قهوة، بيقعدوا يتنافسوا كده مع بعض في الشعر، والأفصح فيهم هو اللي يكسب أخوه في الشعر. قال يجود علي الخيرين بمالهم وأنا بمال الخيرين. وهنا اللي بيحتاج مساعدة، المساعدة بتجيله لحد عنده ومن غير ما يعرف. هي دي بقى الفزعة في الجواز هنا في محافظة مطروح. الأهل بيقدموا الذبايح للعروسين بسم الله والله أكبر ما عمر فقريا غناكم. زي النقطة عندنا كده. ميكس مطروح دوت أتحداكم تلاقوه في أي مكان في الدنيا. بير أسرار وحكاوي وأشعار من ساحل مصر على البحر المتوسط. أهلا بيكم في مرسى مطروح. ازي حضرتك؟ اهلا بك يا فندم. اسم حضرتك ايه؟ دكتور مصطفى. اهلا وسهلا يا دكتور. اهلا بك يا فندم. ايه قصة الكهف اللي احنا فيه ده؟ الكهف ده عباره عن غرف ملحيه مبنيه تحت الارض بالكامل 4 متر ونص. في رواد كتير بتيجي تتعالج، مثلا اللي عنده حساسيه الربو، الجيوب الانفيه، برضه بعض الامراض الجلديه زي الاكزيما والصدفيه، بس بتاخد عده جلسات. اللي احنا فيه دلوقتي اسمه سوق ليبيا. ايه اللي بيحصل في مرسى مطروح وايه اللي بيتباع هنا محدش فاهم. تعالوا نشوف مع بعض كده ايه اللي جاب القلعه جنب البحر اساسا. ايه اللي مش موجود في القاهره وموجود هنا؟ مش موجود هناك، موجود هنا. البلح دوت ممكن ما تلاقوش عندك. ما تلاقوش. سمسم او البلح دوت، بلح الليبي ده برضه حلو خالص. تمام. زيت الزيتون العسل الحجر ده الشاي الليبي. طب عايز تجيب كام عيل لما تخلف؟ يعني في المعقول اللي هو 3 زي اي حد. 3 3 3 كويس قوي. عايز السنين ما بينهم يبقوا قد ايه؟ يعني ما يبقاش فرق قليل. ما يبقاش فرق قليل. يعني كل 3 سنين كده. الله عليك الله عليك، برنس يا يوسف، برنس. الجواز عند البدو بيكون لازم يكون من نفس القبيلة أو من نفس العيلة ولا عادي ممكن؟ لا مش شرط. مش شرط. مش شرط لا. لا لا عادي. دلوقتي انفتاح. عندك كم طفل؟ عندي 3. ما بينهم قد إيه سنين؟ يعني 2 مش قليل شوية 2 قليل طبعا. متهيألي ما تعرفش أي حاجة عن الأسرة البدوية لو ما عشتش معاهم وسمعت حكاياتهم وشفت هم بيتعاملوا إزاي مع أولادهم. ازي حضرتك؟ الحمد لله الله يبارك فيك. اسم حضرتك ايه؟ انا دكتور حمد شعيب، رئيس لجنه الحفاظ على المحظورات الشعبيه في محافظه مطروح. اهلا وسهلا بحضرتك، الشرف لينا. شرفني. الله يخليك. عايز حضرتك تكلمني عن عادات وتقاليد الناس هنا في مطروح وبالذات البدو. الخطأ الشائع اللي يقول لك محافظة مرسى مطروح، مرسى مطروح العاصمة، يبقى احنا قلنا 3: الحمام، العلمين، الضبعة. وهنا مرسى مطروح غرب مركز ومدينة النجيلة حوالي 70 كيلو، 120 كيلو مركز ومدينة سيدي براني، 210 كيلو أو 216 كيلو مركز ومدينة السلوم، ودي آخر الحدود. في الجنوب الغربي 320 كيلو تقع أم الواحات وسيدة الواحات، واحة سيوة. اللي عندي 8 مراكز. الله. محافظة مطروح فيها سيوة، يمكن أقرب للأمازيغ في عاداتهم وتقاليدهم. قديما كانت التركيبة أغلبها أهلنا من البادية. مين اللي علم الناس دي؟ طبيب جاي من المنصورة، من المحلة، من الغربية، من إسماعيلية، من محافظة من محافظات الدلتا. طبعا. في اختلاط ما بين أهلنا في المحافظات الأخرى ومحافظة مطروح. فتلاقي العادات والتقاليد على الساحل كله موحدة ما عدا الجزء بسيط في واحة سيوة. الزواج يمكن يختلف عن بقية المناطق الأخرى. الفرصة الوحيدة اللي يستطيع أنه هو يشوف محبوبته فيها وهي بترد الماء، بتجيب المية من البير. يقول لها حاجة زي غناوة العلم، نوع من أنواع الشعر البدوي. يعني يقول لها تريد ناس ويريدوك، والله يا علم خالي طرف. تريد ناس ويريدوك، يعني أنت مرتبط ولا خالي؟
فبتقول له لا لا يريد ناس ولا يريدوه، العقل يعلم خالي طرف، يعني انا ما حدش طلبني. هو انا لما اجي اتكلم عن القيم في المجتمع البدوي وغرسها، كيف تغرس القيم؟ طبعا زمان ما كانش في مدارس بالمفهوم اللي موجود الان. قبل ده كله كانت الام هي المعلمه الاولى، هي اللي تتفق مع الاب ان هي الجزئيه دي كلها هي اللي تتولاها، بتاخده من هو صغير. اولا بتغذيه بالفروسيه، حتى عندنا حاجه اسمها التهنين، وهي بتلعب تقول لهم غير اكبر يا العيل بس نديروا لك عده وفرس، فهي بتغرس فيه من البدايه ان هو هيكبر يبقى زي العمده الفلاني. وحتى لما يدخل وهي بتلعب تقول نجى 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 نجى، يعني نجيه نجيه نجى نجى ونجال الميعاد رجة، ما قدامه يثنوا حجة، إذا جاء للموعد لا أحد يثني وراءه. كلمنا دكتور بقى عن الشعر. احنا هنا اقرب لليبيا في عاداتها وتقاليدها، حتى القبائل المتداخله فيما بينها، فبالتالي حتى الشعر الذي يقرأ في هذه المناطق هو شعر واحد. انا عايز شعر اقوله لحبيبتي، اقول لها ايه بس حاجه صعبه. قال يجود علي الخيرين بمالهم وانا بمال الخيرين نجود، الريدة الزينة والزينة تكيدني كيف ما تكيد الهازلة الصعود، وحد الله يا فقر بيني وبينك زي ما عامل بيني وبينك حد في الأرض، دي ده أرض فلان بينها وبين دي ترعى أو الحدود دي حد الله تحدي كامل ما بينه وبين الفقر. وبسم الله والله أكبر دي التسمية اللي أنت لما تيجي تذبح تقول بسم الله والله أكبر. ما عمر فقريا غنى قعود وأصبح ما عمر فقريا غنى قعود أصبح مثل حتى الآن. الله 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 الله، بشكرك جدا، بشكرك يا دكتور. يا اماني انا عايزه اقول لك ان انا مستنيه الحلقه دي بفارغ الصبر. وانا معاكي. نورتينا وشرفتينا. ده نورك. عرفينا عليكي اكتر. انا اسمي اماني، هيد نيرس في مستشفى، تخصصي في النساء والتوليد. يعني ده انت ياما شفتي. طول النهار بشوف. احنا قاعدين بقى. بصي عايزاكي تحكي لي بقى. ماشي. يعني النيرس دي دايما بتكون واحده من اهم يعني الناس اللي موجودين في المستشفى. بالنسبه حتى للمريض، للوالده، للي جايه تزور، اي حد عايز اي حاجه، النيرس فين؟ طبعا. اكيد واجهتي حاجات كتير قوي. طبعا. بصي انا شهادتي في الحكيمات والتمريض مجروحه، يعني انا طول النهار بشوفهم قد ايه، يعني هم اهم حاجه. يعني هو الدكتور بيقوم بالعمليه وبشغله، وبعد كده بيسيب الجزء التمريضي ده طبعا. ده بيبقى اهم حاجه في بعد الجراحات وبعد كل ده. يا اماني انا بسمع ان انتوا اكيد بتسمعوا حاجات كتير جدا رايح جاي طول ما انتوا قاعدين. طول النهار بنسمع، بس طبعا احنا يعني بنسمع وبنشوف وكاننا ولا شايفين حاجه. اكيد احنا طبعا في شغلنا وخلاص يعني. بس بامانه ايه اكتر حاجه انت شفتيها غريبه واكتر حاجه ضحكتك؟ لا في كتير، انا لو اتكلمت مش هنخلص. احنا قاعدين مع بعض. احكي. يعني اقرب حاجه كان مثلا قولي من شهر كده، كان في مش هسميها مريضه بقى، يعني واحده داخله تولد. فدخلت ولدت وهي والده بحاجه اسمها ايبيديورال. ايوه. المخدر. مش حاسه باي حاجه. أيوة. مش حاسه باي حاجه. فبعت البنت تستلمها واستلمتها، ودخلت بقى اشيك عليهم اشوفها مريضه كويسه جدا وبتضحك وبتهرج وكل حاجه. فلما دخلت لها بعد كده فقلت لها معلش انا عايزه مبرر، انت كنت كويسه جدا مفيش اي حاجه يعني، وبعد كده صوات مفيش ليه سبب. قالت لي هو انت عايزاني اخرج وحماتي وقرايبي يشوفوني وانا خارجه بضحك من الولاده؟ لا. اولا هتحسد ومش عارفه. دي كانت حاجه صراحه خلت الناس كلها لا فعلا يعني انا استغربت جدا والله منها. طب ايه الحاجات بقى اللي بتقابليها مثلا مع الحموات او الامهات مثلا؟ اكيد شفتي من ده كتير. يعني ساعات بييجوا يبقى خلاص الدكتور جاهز واوضه العمليات جاهزه، كل حاجه جاهزه، ويختلفوا مثلا على المريضه تقعد في جناح ولا تقعد في وهي هتولد غرفه عاديه. هي طبعا نفسها تقعد في احسن حاجه، والحما عايزه توفر لابنها وعايزه اقل تكلفه. يا خبر ابيض. فدي بيبقى خناق، ده بيبقى خناق. طب صحيح يا اماني، انا سمعت كتير قوي ان في رجاله ما بتحبش تروح تقعد يعني تروح مع مراتاتها العيادات مثلا بتاعت النساء، ده بجد؟ بصي هم بيتباهوا، يعني هي الست لما زوجها بيروح معاها للدكتور بيبقى احساس حلو، شعور حلو. يعني كمان لو الدكتور هيعمل لها سونار، هيسمع نبض البيبي، الحاجات دي كلها بتبقى مخليه الزوجه مبسوطه لو زوجها جنبها ويعمل لها سبورت وكده. طب قولي لي، طيب دلوقتي زمان كنت تلاقي ان العيله كلها قاعده مع الست اول ما تولد في الاوضه. دلوقتي الموضوع اختلف، حتى الدكاتره بيقولوا لا يعني نقلل على قد ما نقدر، مش الدوشه دي كلها. ده فعلا ابتدى يحصل؟
الوالده دي بتبقى محتاجه ان هي في حاجات خاصه بتتعمل طبعا. كل شويه التمريض بيبص عليها، الدكتور يبص عليها، عايز يشوفها مثلا اما اشتغلت ولا لا، تقدر تشرب وتقدر تاكل ولا لا. يعني هما ساعات الام او الزوج يقولوا ممكن حد من النيرس يجي يعني يقول ممكن الزياره تقل شويه بحيث ان هي تاخد راحتها وتقدر تعمل حاجتها اللي هي مطلوبه منها. طب احكي لي عن الازواج بقى. الازواج شوفي ابتدت تبص على جنب كده، بتدوري على ايه مني؟ لا انا احكي لي بقى. بيقابلني انواع كتير من الازواج. زي ايه؟ بيقابلني الزوج اللي جه ومصمم ان هو يخش مع زوجته لغرفه العمليات، سواء عشان يطمنها او عشان ان هو يصور لحظه خروج البيبي ويستمتع بيها ويصور مع زوجته وعلى السوشيال ميديا بقى وكده واصحابهم دي بقت حاجه غريبه اليومين دول بصراحه. يعني انا ممكن تبقى عيانه جوه العمليات وبتولد وزوجها خلاص يعني شاير بقى كده مش الولاده نفسها، لا ان هو جنب زوجته والبيبي هو خارج يتباهى بقى وكده يعني. كل الحاجات دي. في زوج تاني اول ما يخش، اول ما الدكتور يبدا يشتغل بنلاقيه على الارض. ده سبب من الاسباب ده سبب من الاسباب اللي بعض يعني ما بنرضاش ساعات نخلي الزوج يخش. أنا بشكرك جدا جدا يا أماني على وجودك معانا الحقيقة، ويعني تحية وتقدير لكل حد بيشتغل في التمريض الحقيقة. ميرسي، ربنا يخليك. وإن شاء الله نشوفك على خير. إن شاء الله على خير. إن شاء الله. أنا كان فعلا نفسي إن الحلقة ما تخلص، وفعلا تحية وتقدير لكل ممرض وممرضة على كل المجهود اللي هم بيعملوه. هم فعلا كنز الأسرار. صحة المرأة وقت الحمل وبعد الحمل أولوية كبيرة، لأن الست هي البطل الحقيقي في كل بيت. النهاردة هنتكلم عن أهمية الرياضة لصحة الحامل. بتساعد الرياضة إن الحمل يوصل لبر الأمان، وإن الحامل تتعافى أسرع بعد الولادة وتجدد نشاطها وتحافظ على لياقتها وتمنع حدوث ارتخاء في عضلات البطن والحوض بشكل يؤثر عليها بعدين. بس الأول خلينا نتفق إن مش كل الرياضة تنفع طبعا. التمارين اللي بتتطلب مجهود كبير زي الرياضات العنيفة أو ممارسة رياضة الدراجات مش بننصح بيها أبداً. على الهادي خالص بنبدأ بتمارين يومية خفيفة زي المشي وتمارين الاستطالة المختلفة، وكمان بننصح باليوجا وتمارين التنفس العميق. صدقيني كل ده هيفرق معاكي مع التغذية السليمة كمان. خليكي دايما محافظة على نفسك، ومقدما الحمد لله على السلامة. تابعونا على الصفحة الرسمية للإدارة المركزية لتنمية الأسرة.